الكلام ده موجه اكتر للشباب اللي هم في الجيمات الشعبي والبسيطه اللي احنا ابتدينا منها. كلنا اول ما ابتدينا كنا ندخل الجيم بنبص حوالينا بنلاقي الناس بتبقى شكلها كويس والناس بتتمرن بشكل جيد وناس شكلها فوق الطبيعي شويه، فالمنظر بياخدنا وغرورنا بيقول لنا اشمعنى دول ليه هم عاملين كده وانا لا. احاول اتمرن في البدايه اسبوع 2 3 شهر 2 والاقي البدايات ضعيفه معايا وان انا بتحسن ولكن بطريقه مبسطه. فالناس حواليا تقول لي ايه يا عم انت بتروح الجيم بتعمل ايه؟ مش باين عليك انك بتتمرن. وانا ابتدي اخجل والكلام يحز فيا وابويا وامي يقولوا لي واخواتي ايه يا ابني ده منظر واحد بيروح الجيم. هم فاكرين ان انا في مسافه شهر 2 3 هبقى بوم زي الناس دي، ولكن لا، الموضوع كبير وبياخد وقت طويل ولازم تصبر وتاخد وقتك عشان في الاخر توصل لنتيجه كويسه تناسبك انت، على حسب حالتك انت، على حسب شغلك، على حسب بيئتك، على حسب طبيعتك. انت مش زي الناس اللي حواليك، خليك انت، كن نفسك، مالكش دعوه باي حد تاني. الفكره كلها انك ما تتهورش، ما تتسرعش. النتيجه هتيجي، جت النهارده جت بكره، ولكن هي هتقعد فتره عقبال ما تظهر وعقبال ما شكلك يبقى كويس. وثق انك كده كده بتتطور، ثق ان امكانياتك كده كده بتختلف. مش زي ما انت دخلت الجيم اول يوم زي المكان زي الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اكيد حصل اختلاف. كلنا اتطورنا، كلنا دخلنا الاماكن البسيطه دي. انا اتمرنت من 2007 2008 واخدت هرمونات ولكن بطريقه مبسطه، ولكن الحمد لله ما كملتش فيها لان احنا كان في للاسف كان في جهل، كان في مفيش وعي، ما كانش حد يقول لك صح ولا غلط. الغرور خدنا، نظراتي للناس خلتني انا اخد الكلام ده، ولكن الحمد لله ان انا تجنبته بعد كده، والحمد لله كانت فتره بسيطه فقط. علشان كده بننقل الكلام ده للناس اللي حوالينا اللي لغايه دلوقتي بيخطئوا نفس الاخطاء ديت، وبالاخص الناس البسطاء اللي شبهنا. تحياتي ليكم. ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في اليد.